الفيديو اللي هتسمعه الميدو ده تخطى فيه كل الحدود في قصة الشيبي وحسين الشحات. انا على كده هنزل اللعيبة بمطاوي في الملعب ويزغوا اللي هم عايزين يزغوه ومش هيحصل حاجة. تعال اسمع ميدو قال الكلام ده واعمل لايك للفيديو وشاره في كل مكان لان الكلام ده مهم جدا يوصل للمسؤولين. اسمع معايا كده. ان اتحاد الكرة خدكم كده بيخاطب الفيفا الاستفسار عن حق الشيبي في ان هو يلجأ هو مش عنده لائحة نظام اساسي؟ عنده ممنوع عنده لائحة. ما هو لائحة النظام الاساسي فيها اللائحة حاجات مش فيها بنود. لا ما فيها حاجات خلي بالك في هو يعني محطوطه كده ايه يعني هقول لكم يعني حد حب يجامل يعني الناس كلها فايه فرض الناس كلها فبوظ اللائحه الاساسيه. لا بس اللائحة الاساسية دي معتمدة من الاتحاد الدولي فهي ماشية لحد ما يخلصوا. يعني في اللائحه الاساسيه في اللائحه الاساسيه مكتوب ان الشيبي ما ينفعش يلجأ للقضاء المدني. ده ممنوع هو في الملعب طبعا ما ينفعش. مكتوب طب انا في بند صريح. طب كابتن محمد ممكن اسالك سؤال والله مش ضد حد او مع حد يعني تمام. لو واحد في ملعب دلوقتي حصلت خناقه وراح ماسك مطوه وغزز واحد لعيب ايا كان مين ما هو في اللعيب ولعيب هو ينزل بمطوه ازاي اساسا؟ نزل بمطوه. لا ما هو سواء حط المطوه في الشرطه. ده ما فيش يعني انت مش انا ممكن اخش لك مفيش الشرطه مفيش جيش دخل بمطوه وراح غزز واحد ما يلجاش للقضاء المدني. يعني ما ينفعش انه يرفع عليه قضيه ان هو حاجه ثانيه دي هي ما هو ده تعدي جنائي. تقول حاجه عمرها ما تحصل. لا ليه؟ هو ده ليه؟ علشان مش عارفين نحل الموضوع المحلول اللي قدامنا اللي فيه ورق ان ايه؟ فاحنا بنوصل يعني انا النهارده كمدرب لو دخلت رحت بديك بالقلم وسابب لك الدين قدام الناس كلها رحت داخل كده بتقول لي مثلا جود لك يا كابتن ميدو قلت له جود لك يمين ترخ ورحت بتاع تمام ممنوع ترفع عليا قضيه. سؤال بس اصل هو بالعقل الاتحاد هيوقفك او يشطبك بس انت ما تاخدش حقك مني جنائيا يعني ما تاخدش حقك مني. لا ما هو ممنوع يعني انا لو مش في لوائح انا في ملعب ممكن العب معاك اي حاجه اقول السماك بره سؤالك يا الضيق. ايوه هل انت مقتنع بالكلام ده؟ هي الحاله طب لائحه النظام الاساسي ولا مخي؟ لا الحاله اللي انت بتقول عليها دي ما حصلتش قبل. طب واحد دخل الحاله بتاعت حسين لو واحد دخل اداك بنيتين وسب لك الدين قدام الناس كلها من الجمهور يعني ولا من المدرب لعيب احتياطي في فرقه ثانيه وكده انت هتبقى مبسوط؟ مش هتلجأ للقضاء المدني؟ لا طب لو حسيت ان الاتحاد الكوره ما ادالكش حقك هتقولوا لي يا جماعه بس مش سؤال يعني لو في لجنه هتعمل ايه؟ وفي لجنه استئناف وفي يعني ما تجيش تلجأ للقضاء المدني. لو هتروح قضاء انت بره المنظومه الكرويه طبعا خالص يعني مش المفروض هترجع تاني بدليل في حكام بتتضرب في الملعب والله مش في حكام بتتضرب في الملعب ما بيتحبسوا لا بيتوقف او بيتشطب رياضيا اللعيب اللي بيضرب حد. يا جماعه لو حد عمل فعل هات لي حاله واحده يا مين لو حد في والله لا هات لي حاله يا جماعه انا سمعت الكلام اللي بتقوله ده عليه خطير. ممكن لعيب في الدرجه الثالثه يقول لك انا بقى في الملعب بقى مش هيحصل لي حاجه اروح ماسك واحد لسحه بتحصل بس بتشطب اتحاد الكوره بيشطبه بس ما يروحش الاسم. انا اول مره اسمع كده مفيش اسم. يا ريتني كنت عرفت كده وانا بلعب لو كنت عرفت كده والله العظيم كنت ضربت 3/4 العيال اللي انا ما ضربتهمش دول. كنت متكتف والله يا كابتن لو جت على الوقف ما كنتش لا انا فيها شطب كمان يا ميدو ايه ما ينفعش تتدرب تاني. لو على كده انا هرجع العب. لا انت ما تدربش تاني. انا هرجع وبعدين انت دلوقتي شغال مع اولاد صغيرين ما هتبوظ لهم. مش هبوظ عقليه لا هطلع لهم بشخصيتين هي دي حط اتحاد الكوره في احراج. عشان كده اتحاد الكوره على فكره قال لك ايه؟ قال لك انا هسال الفيفا ايه اللي هيحصل. عندهم حق يعني هم ما عندهمش حق. لا ليه؟ دي عندهم حق ان هم يسالوا الفيفا هيرجع يقول لهم عندك لائحه شوف اللائحه بتاعت النظام الاساسي فيها ايه واعمل بيها. لكن انا بهرب من المسؤوليه. انا سمعت حد منهم بيقول لك عشان قرارنا يبقى متحصن. يا عم انت عندك الورق بتاع حصل قراره بالفيفا ياخد القرار الفيفا يقول له عندك اللائحه الاساسيه اللي انا موافق لك عليها لائحه النظام الاساسي عندك. طيب ولو شوف البنود. انا متوقع ان هو ما يقدرش الفيفا يتحمل مسؤوليه قرار زي ده لانه كده بيفتح باب على نفسه في حاجات خطر عليه يعني. هنتراهن على القرار رد الفيفا ده لو رد يعني. لا الفيفا هيرد طبعا.
تخيل ابو الصحاب ان الكلام ده طالع من ميدو لاعب سابق لنادي الزمالك. وفي حته مهمه جدا قالها الكابتن ضياء السيد. بص بقول له على فكره انت بتدرب ناشئين صغيرين، او عنده على فكره ميدو عامل مشروع كده بيدرب فيه يعني زي مدرسه كوره بيطلع فيها ناشئين صغيرين، ويعني ايه قال يعني هيصدرهم للخارج. ده كلامه هو اللي قال كده قبل كده. لكن الكلام اللي هو بيقوله ده اكيد الاطفال الصغيرين دول او الناشئ الصغيرين دول بيسمعوه فيطلعوا يعملوا زيه. يعني بيقول لك يا ريتني كنت ده انا هرجع العب بقى عشان اضرب لي عيلين ثلاثه من اللي كان نفسي اضربهم. يعني شوفوا الكلام يا جدعان شوفوا الكلام يا جدعان. كابتن ميدو انت كنت شارب حاجه اصفره قبل ما تطلع على الشاشه ولا ايه؟ بتكلم بجد الكلام ده بيتقال على الشاشه. يعني وصلت لدرجه ان هو بيقول ان لاعب يزغ لاعب بمطوه. وصلت لكده يا جماعه. احنا شوفوا وصلنا لايه، لمجرد ان هو كاره للنادي الاهلي ومجرد ان هو كاره للاعيب في النادي الاهلي ايه الكلام ده؟ ايه اللي بقى بيحصل ده؟ يعني معنى كده بقى يا ابو الصحاب ان لو واحد مثلا جاله رباط صليبي او اتكسر وانها مسيرته في الملاعب او واحد كسره يروح بقى يرفع عليه قضيه وبالصلاه على النبي بقى كل يوم في المحكمه بقى، واللاعيبه كلها في المحاكم، واللاعيبه كلها بيتعمل عليها قواضي، واللاعيبه كلها. العقليه دي ملغيه بصراحه، بتكلم بجد. هو اي نعم عنده فكر كده يعني بسيط فينتو منت كده، يعني جايبه من اوروبا مش جايبه من عقله خالص، هو جايبه من اوروبا. يعني في حاجات عنده كده بتطلع فلاتات حلوه اخدها انا، انما ببص على الحاجات الوحشه لانه عنده حاجات وحشه كتيره جدا. يعني هو كان شارب له رصين حجر كده قبل ما يطلع على الشاشه بيكح وايه يا عم ده اللي انت بتعمله ده على الشاشه ده؟ اتمنى الناس تقول رايها في الكلام اللي هو قاله، لان الكلام ده اقسم بالله يعني حرفيا انا يعني ما عداش عليا قبل كده في الكره المصريه. الكلام اللي هو بيقوله ده ما عداش عليا في الكره المصريه، ويجب ان هو يتحاسب عليه، لان في اطفال صغيرين او شباب صغيرين بيسمعوا الكلام اللي هو بيقوله ده وممكن ينفذوه في الملعب على فكره، ونبقى داخلين على كوارث اكتر واكتر. شكرا لكل الناس، اتمنى الناس تدعم الفيديو ده بلايك عشان يوصل لناس كتير. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.